تحبون نسوي سباجيتي تتقدم بالمطاعم واشهر المطاعم، بس انا راح اسوي لكم اياها بمواد بيتوتيه. شوفوا الطريقه والمكونات كلش سهله وسريعه. خليت بالبدايه قطعه من الزبد وشويه من الزيت، اضيف عليها قطع صدور الدجاج، اضيف الفلفل الاسود. بدا ينشف عندي صدر الدجاج، راح اضيف سن من الثوم المهروس. اخذ عندي تشويحه حلوه بهذا الشكل، راح اديرها بماعون ثاني واسوي الصلصه بنفس الطور. بنفس الزيت اللي بقى مالت الدجاج راح اضيف صاص. اللي ما متوفر عنده صاص، انا هو الاصل كنت اسوي قبل اخلي صويا صوص، ما متوفر عنده يضيف صاص. جربته نقطه نفس النكهه وبعد اضيف، فاخلي كميه تقريبا 3 خواشيق من الصاص، شويه من الفلفل الاخضر هماتين، ضفت خاشوقه من النشا، اضيف عليها مي سلق السباجيتي، اضيف كيس من الماجي وشويه من الفلفل الاسود ودارسين، اضيف قطعه من الفطر، ضفت بصل اخضر، راح ارجع انزل الدجاج. رجعت ضفت شويه من المي حتى يستوي الدجاج زين وتتسبك النكهه مالتها وتاخذ النكهات ما بين بعض. اخلي عصره من الليمون يوازن الطعام. طبعا هاي وصفه ما موجوده، انا ابتكرتها، استوحيتها من وصفه غربيه، يعني مو مال معكرونه، هي تقدم بهذا الشكل، بس انا حبيت ادمجها ويا السباجيتي، وخليت وياها الفطار وضفت وياها الفلفل الاخضر والصوص، نطت نكهه كلش طيبه. جربوها وان شاء الله تعجبكم. هنا اني سالق سباجيتي. طبعا اني ورا ما اسلقها اخلي عليها شويه من الزيت واخلي شويه من الماجي، بحيث يعني تنطيها نكهه كلش طيبه، وراح اخلي فوقها هاي الصلصه، وبعدها تتقدم وتمزج وياها تنطيها نكهه كلش طيبه. هاي وصفتنا جاهزه. طبعا التقديم يكون حسب ذوقكم انتم شلون تحبون، انا قدمته بهذا الشكل وقدمته بهذا الشكل، شلون تحبون تسووه يبقى يمكم. اتمنى ما تنسوني من اللايك وتشجيعي حتى استمر وياكم بتقديم وصفات جديدة ومبتكرة وسهلة وسريعة عليكم. ويعني هي نسويها احنا بمواصفات عالمية، بس انا اسوي لكم اياها بمواد متوفرة بكل بيت. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وانطوني رأيكم بالتعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله.